انا هدفع مليون، ايه رايكم؟ راينا في ايه؟ واضحه يعني يا شيخنا، عايز اشتري الفدان ب1,000,000 جنيه. كنت بتنطط من جوايا من الفرحه ولسه هقول موافق، ابويا قطع كلامي وقال: الارض مش للبيع يا زفر بيه. لا ان شاء الله للبيع يا شيخنا، انا هدفع 2 مليون جنيه. كنت هزغرط. ولو ب10 مليون، الارض مش للبيع. اصل الارض دي بتاعتنا من زمان، من قبل ما تبقى بتاعت متولي بيه، وزي ما تقول كده ليها معزه خاصه عندنا. النهارده يوم سعدك يا دمان. انا هدفع 10 مليون جنيه زي ما ابوك ما قال، وكل علشان ولاد البلد، علشان يتعلموا ويتعالجوا. قلبه وقف لما سمعت المبلغ 10 مليون جنيه. ابويا لسه هيرد، الزفر قطع كلامه وقال وهو بيقوم: والله ما هتقول كلمه دلوقتي، انا هسيبكم تفكروا حتى تاخد وتدي مع ابنك، ده مستقبله برضه. العرض مش هيجيلك تاني، هفوت عليكم بعد اسبوع. لو قلت هنكتب العقد في يوميها، لو قلت لا هضطر بقى اشوف ارض تانية. وصلت الزفر لحد الباب ورجعت لابويا: انت عبيط يابا؟ لم نفسك ولسانك يا انت اللي عبيط وهبه. اياك تكون مصدق ان الزفر هينضف. قال ايه؟ عايز يبني مدرسه ومستوصف. الزفر بتاع مصلحته، ولو هيدفع 10 قروش في حاجه فهو متاكد انه هيجيب من وراها 1,000,000 قرش. ما يجيب يابا، احنا اللي يهمنا انها جايه مقشره. دول 10 مليون يابا، واظن بعد اللي حصل في النعجه والخروف مش هنستنى من الارض دي خير تاني. ولو برضه من بكره زي ما اتفقنا هنروح نحفر في الحته اللي العفريته قالت لك عليها. يعني انت معترف ان في عفريت اهو؟ في عفريته في الارض، ولازم نعرف هتوصلنا لايه الاول قبل ما نفكر نبيع الارض. وادي احنا ورانا اسبوع، لو وصلنا لحاجه كان بها، ما وصلناش لحاجه الارض بتاعتك اصلا يا ابني ومكتوبه باسمك، ابقى اعمل ما بدالك. ان شاء الله يابا مش هنوصل لحاجه، وهنتلبس قبل الاسبوع ده ما يخلص. تاني يوم ابويا افتتح اليوم بالفتحه وطلعنا على الارض. ابويا مسك فاس وبدا الحفر عند الحوض، وانا دخلت الاوضه علشان انضف بواقي الخروف والنعجه وادفنهم. عيني كانت على ابويا اللي رافع الفاس وبيحفر في الارض. اتصدمت لما شفت ام فستان واقفه جنب ابويا اللي بيحفر. ناديت على ابويا من غير ما اقرب عليه وقلت له: يابا. في ايه؟ قلت له وانا ببلع ريقي: العفريته واقفه جنبك.